السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم؟ مسلم ومسيحي كل سنة وانتم طيبين. عندنا روتين حلو قوي، روتين أعياد ومناسبات ولمة حلوة، ويا رب دايما يخلي ولادنا ويخلي اللي تعمل لولادها، اللهم آمين. عملنا مع بعض النهاردة بطاطس بريحة الكباب، وعملنا السلطة الخضراء اللي دايما بنحبها وما تتقطعش من عندنا، وعملنا برضو فرتنا طحينة المحلات، وتحدي ان ما كانش الطعم والقوام والبطاطس العادية اللي انا قلت عليها هتعمليها وتاكليها وهتدعيلي، محرمشة من بره وطرية من جوه. جربي زي ما قلتلك في الروتين النهاردة، شوفي كده وتابعي وصفات حلوة، ودايما الحلو نقول له يا حلو في عينيه. ربنا يخلي ويبارك، وكل سنة وانتم طيبين. الفيديو بتاعنا النهاردة حلو ودسم اخر حاجة. البطاطس بتاعتنا بتنادي عليكم وبتقول لكم بألف هنا وشفا. يلا نبدأ كده بالصلاة على رسول الله، ندخل مطبخنا ونسمي بالرحمن. اتفضلوا عندنا. ازيكم، اخباركم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير دايما يا رب. كل سنه وانتم طيبين، مسلم ومسيحي، اخواتي وحبايبي في الله. هنعمل النهارده كفته الحاتي زي بره بالظبط، وابدأي معايا بنص كيلو. انا ولادي طلبوها وهعمل معاكم نص كيلو ونشوف النتيجه مع بعض. معانا باذن الله نص كيلو لحمه مفرومه. معانا البصله بتاعتي، انا ما عنديش كبه، بشرتها وجبت المصفى وصفيت على قد ما قدرت عشان خاطر تديني ميه البصل. ومعايا صلصه ومعايا طماطم مبشوره. معانا ايه كمان؟ تعالوا معايا. معانا حبيبه قلبي بيكنج باودر، معانا نشا، معانا فلفل اسود، معانا ملح، معانا سكر، معانا بهار اللحمه. بهار اللحم اقرب لكم شويه. سكر، ملح، نشا، معلقتين نشا كبار، معلقه بيكنج باودر، فلفل اسود، ملح، بهار اللحم. وطبعا دي لحمتي اهي. ومعايا حبيبه قلبي طماطم مبشوره، مش هنضيفها الا على الميه. لازم نستبعد كل حاجه فيها ميه عشان تدينا النتيجه المطلوبه. اول حاجه حبيبه قلبي هنزل بالبيكنج باودر بتاعي، دي معلقه وكيس كان مفتوح، تمام. دي معلقه. كل توابلي وتحبيشي بالنشا اهي، تمام. استبعد الحاجه كده. ومعانا البصل انا عصراه خالص اهو، بس انا هعصره تاني معاكم على قد ما اقدر عشان ما اضيفوش. بصوا قبل الحلقه نزل برضو شويه اهو. انا ايه هبشره، انا هصفيه تاني بالمعلقه لعل وعسى يبقى فيها. صراحه ما لقيتش فيها خالص. طب السلستين كان مهيالي في الكاميرا، هو بس عرقان. هنضيفه اهو. هبدأ بقى ايه اخلطها سوا قوي قوي على قد ما اقدر عشان خاطر تبقى معايا، ولازم ترتاح معانا نص ساعة. طب انت جايبة دي يا حسناء ليه؟ المية بتاعت البصل دي هنضيفها على الطماطم وتستبعديها لما تيجي تصبعي، عشان لما احنا نلفها حلوة قوي هنسيبها على الاقل ترتاح في التلاجة ساعة كاملة. اقلبها وارجع لكم. انا قدامي اهو لفتها على بعضها، بس هتعجنيها لمدة 10 دقايق. لمدة 10 دقايق وهتضيفيها في التلاجة. ليه؟ عشان خاطر تمسك معاك اقل حاجة ساعة. عايزة تعمليها من بالليل اعملي، عايزة تعمليها ساعة شغال، بس اقل من كده لا، تمام. وهبدأ بقى انا ايه اخلطها قوي وادعكها. انا قاعدة ايه ادعكها بايدي 10 دقايق كأني بعجنها كده. ده شكلها. هناخد بقى معلقة من الصلصة بزيتها، مفيش مشكلة اهي. بسم رب العالمين. دي طماطم بتاعتي، عايزاها صلصة شغال اهي. ابدأ بقى تاني ادعكها تاني عشان تبقى اخر حاجة. خلاص كده اللحمة بتاعتي انا زي ما بيقولوا كده عجنتها. حلو الكلام. هسيبها بقى معايا ساعة اقل حاجة. حلو. انا هضيفها في التلاجة، بس هضيفها في طبق تاني اهو
اللي هو مطرح البصل. بسم رب العالمين اهي. لازم تسيبيها ترتاح ساعة اهي. ماشي تمام. طبعا انا قلت ما عنديش كبة. هبدأ بقى دلوقتي اعمل ايه؟ هعمل مزج. تعالوا كده واحطها برضو في التلاجة مع نفسها كده. هبدأ اعمل ايه؟ الصلصة الطماطم المبشورة مع البصلة بتاعتي، واقلبها تقليبه ايه برضو بايدي. ايدي نظيفة وحلوة. هحطها بقى في برطمان في التلاجة عشان لما نيجي نصبع الكفتة بتاعتنا. طبعا عليها كل حاجة. ممكن انت تحطي عليها تاني معلقة سكر ومعلقة فلفل اسود. في ناس بيحطوا بيضة، بياض بيضة، اللي يعجبك. انا مش هحط بياض بيضة، انا مش هحط بياض بيضة. تمام. اسيبها بقى ترتاح في التلاجة لغاية ما نيجي نصبحها مع بعض. يعني تاني بعد ما خرجناها من التلاجة انا بيتها ليلة. ممكن تبيتيها من ساعة لساعتين هتديكي نتيجة حلوة برضو. ما تنسيش شيش الطاووق، لو عندكيشي هاتي معلقة. تمام. اهو الشيش طاووق معايا اهو. تمام. عايزة تبليه شغال اللي يعجبك. تمام. معانا حبيبة قلبي دي اللي هي ايه بقى؟ مية البصل. مية البصل عليها بشر طماطمايه، معلقة سكر، معلقة ملح من الصغيرة، وعليها معلقة زيت زي ما انتوا شايفين. انا قلبت حلوة قوي وهبدأ اصبحها معاكم. ويا دوب على قد ايه؟ على قد اللي انا عايزاه. حلو الكلام. وما تنسيش لو هتحطيها على الشبكة تحتها صينية فيها مية. الفرن بتاعك سخن، الفرن بتاعك سخن. نصبحها يلا كده مع بعض. كده بعد ما صبعتها دلوقتي بقى النص كيلو معايا كام واحدة؟ ما شاء الله. وخدوا بالكم ما تسيبوهاش في الفرن عشان ما تكشش. يعني الفرن سخن والشواية في النص وتحتها صينية يا حبايب قلب حسناء. زي ايه؟ زي دي هوريكم دلوقتي. بصوا دي الشواية اللي انتوا متعودين عليها معايا، ودي الصينية بتاعت الألمونيا. هحط فيها مية وانا هشوي كده. هبدأ ارصها بقى هنا حبايب قلبي. بس انا حبيت اقول لكم النص كيلو عمل معايا كمية مش وحشة. يكفي ان انت عاملاها في بيتك. ما تنسيش وانت معدية تذكري الله تطلع حاجات حلوة كتير. يلا بقى نحطها على الشواية. والفرن بتاعنا انا ظبطته دلوقتي وسخن. عايزة تدخليها التلاجة ترتاح شوية مفيش مشكلة. كده شغال وكده شغال لان احنا سيبناها وقت كافي ارتاحت قبل كده. حلو الكلام. كل سنة وانت معايا منوعات حسناء. زي ما انتوا كده شايفين حبايب قلبي النص كيلو بتاعي يا دوب زي ما انتوا شايفين. طبعا هو هيمسك وهيبقى الصباع ماسك، بس هو ماسك من الايه؟ من الشوايه. هضيف بقى ميه سخنه هنا وادخلها في الصينيه. هحط الصينيه في الفرن الاول واضيف الميه السخنه عشان اعرف اشيلها. الميه السخنه دي هتخليها طريه وجوسي وتستوي معاكي. اقل من نص ساعه تكون استوت. طبعا لما تستوي هنقلبها من الناحيه دي، كل ربع ساعه نقلبها من الناحيه دي للناحيه دي. يلا ندخلها الفرن سخن في الرف الوسطاني على الشوايه. كده دخلنا بقى اللحمه زي ما قلنا في الفرن. نعمل مع بعض بقى الطحينه. معانا رغيف زي ما انتوا شايفينه كده يا دوب بس بلته ميه. عايزه تستبعديه اللي يريحك. انا هعملها كده. حلو الكلام. هنعمل الطحينه وعملتها معاكم كذا مره. معانا حبيبه قلبي معلقه توم، معلقه فلفل الوان بس مدقوق، معانا شطه، معانا معلقه ملح، معانا معلقه كمون، معانا عصرة ليمونتين 2، معانا الخل، معانا الطحينة بتاعتنا. اول حاجة حبيبة قلبي انا هضرب العيش بتاعي في الخلاط من غير طحينة عشان اعرف قوامه ايه. حلو. والمية بتاعتي دي مية زي دمعة العين هتحللي منها الطحينة. ممكن تكون معايا انا سخنة شوية عشان انا لسه هصور. اضرب ده في الخلاط. حلو. وده الليمون، ودي التوابل والتحابيش بتاعتي، ودي ميه فتره زي دمعه العين. ما نحطش الخل الا لما نحلل الطحينه. تمام. يلا كده نفتح الطحينه ونضيفها الاول. انا طلعت معلقه طحينه اهيت. تمام. الميه بتاعتي دافيه هتنيني اقلب معاها لغايه ما تفك معايا خالص. احطش الخل خالص الا لما ادوبها واقلبها. كده قوامها حلو اهو. بصوا ناعمه خالص اهيت. هضيف بقى شويه خل صغيرين.
معلقه كده. هضيف بقى كل توابلي وتحابيشي اهي، تمام. وهضيف حبيبه قلبي الليمون، وابدا بقى ايه اقلبها كويس كده زي ما انتوا شايفين بقى كده. شكلها حلو خالص اهي، بس عشان تمسك وتبقى قوامها زي بره بالظبط هي كده حلو، تمام. انا هعمل ايه بقى؟ هضرب ده في الخلاط، لا اكتر ولا اقل، ماشي. عايزه تضيفي معاه الطحينه شغال. حبيت اقول لكم انا بعمل ايه زي بره بالظبط، وتحدي. وهتعمليها مع الكفته وهتدعيلي كل المشاوي. كده انا ضربتها في الخلاط. هبدأ بقى اضيفها دلوقتي على الطحينة بتاعتي. بسم رب العالمين اهي، قوامها تقيل كأنها زي الطحينة بالظبط. نقلب بقى حبايب حسناء، تمام اهي. ايه رأيكم؟ هي بره بتبقى خفيفة طبعا، احنا بقى ايه نشوف قوامها بس كده الاول معانا. ايه رأيكم؟ انا لسه ما قلبتش، انا بس فاتحه ايه الكاميرا بوريكم. تقلي ايدي بقى بالطحينه، بس انا عايزاها القوام ده، تمام كده. احلى طحينه بيتي هتعمليها زي المطاعم بالظبط، تمام. حلو الكلام، كلام سليم. النهارده بقى في يومنا وفرتنا بعد ما عملنا الطحينه اهي، شايفين؟ احلى حاجه ان انت بتعمليها من قلب بيتك وتوفري وتدبري حبيبه قلبي. نستبعد بقى الطحينه ونقول احنا معانا النهارده قطعنا بطاطس حسب الكميه اللي انت عايزاها. احنا هنعملها طبعا عشان احنا بنعمل مع بعض كفته الحاتي. الكفته دي زي بره، في اطفال بيحبوها ببطاطس شيبسي، وفي اطفال بيحبوها بطاطس مقليه. انا هعملها بطاطس مقليه. الفكرة اللي عجبتني وكررتها وعملتها في فيديو ان انا سلقتها. اول ما بتغلي المية بضيفها، وبعد ما بضيفها اول ما بتغلي بطفي عليها وايه واصفيها. يلا بينا كده على النار عشان الحلة بتاعتي بتغلي، عشان هكب المية دي واضيفها دلوقتي. كده احلى بطاطس احنا هنعملها مع بعض، وعملنا مع بعض احلى طحينة. يلا بقى كده على البوتاجاز نسلق البطاطس بتاعتنا. انا صفيت البطاطس اهو، والحله بتاعتي بتغلي كمان. هضيفها دلوقتي حبيبه قلبي، وخلي بالك. بسم رب العالمين اهو. اول ما تغلي على طول لازم الميه زي ما انتوا شايفينها كده على الوش. اول ما تغلي ما تستنيش، انا اول ما بتغلي بقوم طافيه عليها. كده البطاطس بتاعتي غليت، هي غلوة واحدة عشان تبقى ماسكة معاكي، وفي نفس الوقت كمان هي هتاخد وقت في الزيت بسيط. حلو الكلام. انا دلوقتي هبدأ ايه احطها في المصفى تصفي خالص وتهدى شوية وتهدى. هقوم انا بعد كده نقليها مع بعض. بحبكم في الله، منوعات حسناء، كل سنة وانتم طيبين دايما يا رب. بحبكم كتير، بحبكم في الله، منورين. ازيكم؟ هنعمل مع بعض بقى دلوقتي الرز البسمتي. الرز البسمتي لو هتعملي كوبايتين عليهم 3 ميه. انا هعمل 3 كوبايات بمعدل نص كيلو رز بسمتي، هاخد معاه لتر ميه. حلو الكلام. معايا بصلة مبشورة، معايا جزرة مبشورة او 2، معايا سمنة وزيت، سمنة وزيت. معايا بقى هنا اللومي بتاعنا اهو، ومعانا 3 عود قرفة، ومعانا ملح، ومعانا معلقة سكر، ومعانا معلقة لون اللي هو الكركم او الكاري، ومعانا حبهان، ومعانا 6 قرنفل، وورق لوري، و2 مكعب دجاج. ده الرز البسمتي الاصفر زي المطاعم بره بالظبط. لو عايزه تعملي رز عادي اللي هو الرز بتاعنا، الميه ما بتبقاش كتيره كده. البسمتي اللي بياخد ميه، البسمتي اللي بياخد ميه. يبقى معانا قرفة خشب، عيدان، قرنفل، مسمار، معانا 5 حبهان، معانا 2 ماجي، معانا سكر وملح، ومعانا لوري، ومعانا لومي، واللون بتاع الرز ان شاء الله. معانا بصلة مبشورة او بصلة متقطعة صغير، معانا جزراية زي ما انتوا شايفين، ولتر المية هيبقى للرز. اغسل بقى الرز ونعمله مع بعض.
كده انا غسلت الرز البسمتي بتاعي اهو. هطلع بقى دلوقتي على النار واخد معايا صينيتي وبالاخص الحله بتاعتي اهي عشان نعمل مع بعض الرز البسمتي. انا جيت هنا على البوتاجاز اهو زي ما انتم شايفين، بوتاجاز نضيف يفتح النفس، دايما على طول ايدي فيه. معانا البصله بتاعتنا اهي، هنضيفها على ايه، على الزبده او السمنه او الزيت. تمام، وهنبدا نقلب تاخد بس لون اصفر حلو كده. ماشي، يلا حبايب قلب حسونه. ادي كده البصله بتاعتي خدت لون. تمام، هبدا بقى دلوقتي اضيف توابلي كلها. ماشي يا رب العالمين اهي. واول ما تشم الريحه حبيبه قلبي تمام يبقى الدنيا معاكي حلوه. انا ضفت كل حاجه حتى اللون. تمام تمام، الريحه طلعت. هبدا اضيف حبيبه قلبي الجزره بتاعتي. بسم رب العالمين مع التقليب. حبه كمان جزر برضو حسب رغبتك انت. كل الطرق تؤدي الى ايه، الشيء نفسه. هنبدأ بقى نضيف مع بعض الرز بقى. تمام، انا ضفت الرز بتاعي اهو. ابدأ اضيف بقى ايه، المكعب الدجاج بتاعي معايا 2. تمام، بسم رب العالمين اهو. عشان انا بس ماسكه التليفون بايدي. خلاص، انا قلت لكم لو هتعملوا كوبايتين 3 ميه، يعني اللتر هيبقى 3 ابعاكي 1.5. يعني ايه 1.5؟ يعني كوبايه ونص. هنبدأ بقى نقلبه كده مع بعض. اول ما يغلي هنتعامل معاه زي الرز المصري، بس في الميه لا، هو بياخد ميه اكتر. تمام اهو. اول ما يغلي بقى حبيبه قلبي هنبدأ نتعامل معاه ونهدي عليه. ادي الرز بتاعي اهو غلي وريحته طلعت على فكرة اهو. هبدأ اوطي عليه خالص، شايفين؟ اوطي عليه خالص. انا قلبته اهو. هبدأ بقى اوطي عليه وان شاء الله اما يطيب ويستوي مش هياخد، ممكن ياخد من 20-25 دقيقة على حسب الرزة، او ممكن برضو ازيد من كده. انا معاكم وهشوفه ياخد قد ايه. يلا نوطي عليه. ادي دي البطاطس بتاعتي اللي انا سلقتها. حلو الكلام، كلام سليم. معايا الزيت اهو بيسخن. هنعدل الطاسه ونبدا نضيف عليها دلوقتي. حلو الكلام. اللهم اجرنا من ايه، من النار ومن عذاب النار. والله يا جماعه فكره حلوه، بتخلي البطاطسايه طريه وناشفه من بره، يعني من جوه بتبقى طريه. اكمل انا بقى الكميه بتاعتي دي. كده البطاطس بتاعتي تمام. اسيبها بقى تتقلي وجربوا وهتدعولي. وده الرز البسمتي بتاعي اهو. حلو الكلام، واخد اللون كمان. نسيبها بقى كده يا حبايب قلب حسناء تتحمر ونعمل احلى سلطه خضراء. ادي اللحمه بتاعتنا طلعت من الفرن اهيت زي ما انتم شايفين. هتعملي بقى بقدونس وعندك فحمه هتعمليها على النار ونقدمها مع بعض حبايب قلب حسونه. ادي البطاطس بتاعتي طلعت اهي، شايفين؟ والله مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه كده ما اقولكوش تحفه. ودي بقيه الكميه بتاعتي اهيت. انا دلوقتي بعمل ايه، هخلصها واقدم معاكم بالسلطه الخضراء. البطاطس تمام. معايا بقى الفحمه بتاعتي اهي.
انا هعمل بصلة واقطعها مع البقدونس، وهضيف معاها اللحمة المفرومة، بس هضيف البطاطس تحتها، هيبقى بطاطس بالكباب والكفتة بالكباب. صح الكلام؟ ايه رأيكم بقى؟ اختراع. انا قطعت البصل اهو، هضيف الملح للبطاطس وللكفتة بردك اهو، والشطة. هجيب بقى قرن فلفل كمان كده، انا ضفت كمان قرن فلفل. ماشي. انا بقى معايا البقدونس بتاعي، هبدأ اضيفه دلوقتي حبيبة قلبي، بس مش هضيفه كله اهو. وابدأ بقى ايه اقلبها واحضر الفحمة بتاعتي. ادي البقدونس انا قلبته حبيبة قلبي، وادي معايا البطاطس عادي خالص كأنك هتاكليها. انت لو عايزة تاكليها هتاكليها كده تمام، لكن احنا هنعملها عشان الكفتة، هنضيفها هنا اهي تمام. هبدأ بقى اقلبها حلو. انا قلبتها اهو، انا حطاها في حلة علشان الفحمة بتاعتي لما اجي اقفل عليها. اجيب بقى الكفتة بتاعتي علشان اجيب الفحمة بعد ما خلاص كمل ان هي نارها استوت كده. انا رصيت الكفتة بتاعتي على البطاطس وحطيت قشر البصلة. لو عندك اي ورق حراري حطيه. هجيب بقى الفحمة بتاعتي، ادي الفحمة بتاعتي اهي. هضيف بس شوية زيت صغيرين واغطي عليها على طول. شوفوا بصوا، اقفلي بسرعة بسرعة بسرعة، هنقفل عليها اهو. الريحة ما اقولكوش بقى، كأنك قاعدة جنب الحاتي بالظبط. شمين ازاي؟ مش عارفة، ريحة تحفة اخر حاجة. يلا بقى كده نغرف مع بعض حبايب قلب حسناء. وده الرز البسمتي خلاص خلص، برضو هغرفه دلوقتي معاكم كده. خلصته تمام التمام. وكل سنة وانتم طيبين ودايما معايا حبايب قلب حسناء. اوريكم السلطة الخضراء، وهذا السلطة الخضراء بتاعتنا اهي. يلا بقى نفنش حبايب قلب حسناء، وكل سنة وانتم طيبين. رز بسمتي، كفتة الحاتي، سلطة خضراء. بحبكم في الله. وده كده الرز البسمتي والكفتة بتاعتنا. ايه رأيكم بقى؟ عينيكم تاكل. عندك طماطم وجرناشي تمام، انا جبتها كده على ابوها. ايه رأيكم؟ قولولي. معانا سلطة خضراء من الاخر. يلا اختراع يا كوتش. معانا طحينة، وادي البطاطس بتاعتي اللي قلتلكوا عليها، بتبقى طرية من جوه ومن قرمشة من بره. وادي البطاطس معانا كمان اهي بالبصل، ريحتها ريحة الكفتة بالظبط لان الفحمة اشتغلت فيها. نورتوني وشرفتوني، وده كان يوم النهاردة معاكم. ما تنسونيش بالدعوة، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب دايما يتعاد عليا وعليكم بخير، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. احلى كفتة كفتة الحاتي، احلى سلطة خضراء، احلى طحينة، احلى بطاطس، وبطاطس بتاعتنا بتاعت الحاتي. بحبكم في الله. دمتم بخير وسعادة الدنيا. منوعات حسناء، كل سنة وانتم طيبين. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.